عمرك حسيت فجأة إنك فقدت الحماس؟ ترسم وتكتب وتعمل فيديوهات، بتقول لنفسك أنا ليه مش زي الأول؟ وده اسمه الإحباط الفني، وكل واحد ممكن يعدي بيه. الفيديو ده هوريك إزاي تتخطاه وتحوله لقوة بدل ما يوقفك. لو حابب تشوف فيديوهات جديدة كل أسبوع اشترك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي جديد كل أسبوع. أهلا بيكم، أنا رجب وأنا عديت بمراحل كتيرة من الإحباط الفني دي. لما كنت بشوف أعمال الناس أحسن، أو هشوف نفسي مش بتقدم، أو الفكرة مش بتطلع زي اللي في دماغي. الإحباط الفني ببساطة هو الحالة اللي أنت بتحس فيها إنك واقف مكانك، بتحاول تشتغل بس دماغك مش عايزة، بتحس إن الشغل بتاعك مش حلو كفاية، أو إن في غيرك أحسن منك بكتير. وده طبيعي جدا لأنه جزء من أي رحلة إبداعية. أسباب الإحباط الفني: أول حاجة الكمالية، ودي الواحد بيبقى عاوز فيها الحاجة كاملة من أول مرة. تاني حاجة المقارنة، وهي إنك بتبص على شغل غيرك وتقول هو ليه أحسن مني. تالت حاجة الضغط المستمر، حاسس إنك لازم تنتج طول الوقت عشان ما تتأخرش. رابع حاجة قلة الإلهام، الأفكار مش بتيجي أو بتحس إنك بتكرر نفسك. خامس نقطة والأخيرة الإرهاق النفسي والجسدي، ساعات بتكون محتاج بس تريح. عشان تتغلب على مشكلة الإحباط الفني دي يا صديقي محتاج 7 خطوات صغيرين. أول حاجة ابدأ بحاجة صغيرة، مش لازم تعمل لوحة كبيرة أو لوحة كاملة، اعمل على الأقل حاجة بسيطة جدا، حتى لو خطين على الورقة ده بيكسر الجمود. جرب مكان مختلف أو اسمع موسيقى جديدة. هيجي بقى واحد بدماغ مربعة ويقول لي الأغاني حرام، أحب أقول له اسمع قرآن بدل الأغاني، أو حاول إنك تسمع لكتب تريح مزاجك وتستفاد منها. التغيير بيفتح دماغك. تالت حاجة احتفل بحاجة صغيرة، أنجزت فكرة صغيرة اعتبرها نجاح. النجاحات الصغيرة هي اللي بتعمل الفرق على المدى الطويل. رابع حاجة يا صديقي استراحة ذكية، يعني لو انت مش قادر خد بريك، روح اتمشى أو اعمل أي حاجة انت بتحبها، ودي مش كسل، ده إعادة شحن لمخك وتركيزك. خامس حل يا صديقي شوف نفسك زمان، عاوزك تبص على شغلك القديم هتلاحظ التطور حتى لو بسيط. سادس نقطة يا صاحبي خلي الهدف واضح، بدل ما تقول أنا عايز أبقى مشهور، لا قول أنا عايز أستمتع وأنا ببدأ. سابع خطوة شارك الإحباط، كلم صديقك أو حتى شارك مع الناس اللي زيك. بمجرد إنك تعرف إنك مش لوحدك ده بيخفف الحمل شوية. الفن مش سباق سرعة، دي رحلة طويلة، والمهم تكمل. المهم إنك تكمل يا صديقي حتى لو بخطوات صغيرة. الإبداع زي موج البحر، أوقات الموج هادي وأوقات عالي. بقول شعر يا إخواتي، لو عديت اللحظات الصعبة هتوصل للشاطئ الأحلى. في مقولة مشهورة بتقول كل فنان كان في يوم مبتدئ، الفرق الوحيد إنه مستسلمش. قول لي في الكومنت إيه أكتر حاجة بتحبطك لما بتحاول تبدأ. الإحباط الفني مش عدوك، هو إشارة بس إنك محتاج توقف للحظة عشان تعيد شحن نفسك. كل مرة تعدي فيها المرحلة دي هتطلع أقوى. فخلي بالك الإبداع رحلة مش محطة. لو الفيديو ساعدك بكلمة صغيرة دوس لايك واشترك، واستناني في الفيديوهات الجاية مع رجب لايف ستايل.